من تكون. الحب اللي عشت عليه طول عمري واللي عاش معايا كل لحظة من لحظات حياتي. بحب. تخيل بعد 48 سنة على وفاة العندليب الأسمر ولسه بيثير الجدل ومحتفظ بأسراره. من كتر حب الناس لعبد الحليم حافظ كانوا دايما عايزين يعرفوا كل حاجة عن حياته الشخصية، وخصوصا بقى هو بيحب مين، وهو كان عارف كده كويس، وعشان كده غنى لهم أغنية حبيبتي من تكون. من تكون حبيبتي. ومن أهم الحكايات اللي كانت شاغلة الناس حكايته مع السندريلا سعاد حسني. إن شاء الله قريب جدا همثل مع سعاد حسني. هل هو فعلا حبها؟ ده لازم يكون حبها. اذا كنت طفل وكنت بحبها. انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت، مش موضوعك انت خالص. ماشي، متشكرين يا محترم، لكن الاهم بقى هل هو فعلا اتجوزها؟ تعالى بقى نحكي الحكايه ونعرف ايه اللي حصل. يلا بينا. مساء الفل يا حلوين. سنة 1977 سجل حليم أغنية حبيبتي من تكون، وما نزلتش الأغنية بسبب خلاف على شركة الإنتاج، ونزلت للجمهور سنة 1981، يعني بعد وفاة حليم ب4 سنين، وطبعا كانت مفاجأة للجمهور وكسرت الدنيا. الأغنية ألحان العبقري بليغ حمدي وكلمات الأمير السعودي خالد بن سعود. حليم في الأغنية بيوصف حيرة الناس اللي عايزين يعرفوا حبيبته من تكون، فبيقول الرفاق حائرون. يعني أنت عارف يا عندليب، أنا عايز أقول لك إن هو عارف وقاصد يحيرهم ويشغلهم. يفكرون يتساءلون في جنون. والجنون وصل لدرجة إن في معجبة طلعت لحليم البيت من سلم الخدامين وعايزة تعرف هو عايش مع مين، ده غير اللي كانوا بيطاردوه في كل مكان وعايزين يعرفوا من تكون حبيبتي. عارف انت الترند بتاع دلوقتي؟ اهو حليم زمان كان ترند طول الوقت، وده كان مخلي الناس بيتوشوشوا وهو سايبهم لخيالهم. اشاعات على توقعات، ده حب فلانة دي، لا ده هيتجوز فلانة دي. وفي الاخر محدش عارف الحقيقة. لا تخافي وحداني يا صغيرتي. هنا بيقول لها ما تقلقيش يا كتكوت، لا تبالي انني ما تحطيش في دماغك انا برضو مش سهل. في هواك عن العيون. يعني انا مكتم على الموضوع. فكيف مني يعرف وشوف الثقة، هما يعني هيعرفوا مني ازاي؟ حبيبتي انا صغيرتي أنا لم أقل شيء. هو فعلا ما قالش أبدا لن أقول. ما قلتش واستحالة اقول. فحرصي عليكي وعلى السر، كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. خايف عليكي زي خوفه على حياته. المشكلة ان احنا بنصدقك يا عبده، هنمشيها انه خوف عليها هي. لا تحذري نظراتهم إليك. لما يبصوا عليكي اعملي نفسك مش واخدة بالك. لا تفزعك همساتهم عليك. انت خايفة ومخضوضة ليه؟ ده انت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي. انت سر محدش يقدر يوصل. فدعيهم يا حياتي. يعني سيبيهم على نارهم، وبصراحة انا عايزهم كده. يفكرون يتساءلون يتخيلون. وانا برضو مش هريحهم ولا اقول لهم من تكون حبيبتي حبيبتي انا. وفعلا عبد الحليم حافظ عاش حياته ومحدش يعرف هو حب مين او اتجوز مين. ونيجي بقى لحكايته مع السندريلا سعاد حسني. مطربنا العاطفي البلبل الاسمر عبد الحليم حافظ. الحلوة
الحلوة الحلوة الحلوة. في 2025 يعني من كام اسبوع كده عيلة العندليب نزلوا جواب وبيقولوا لقيناه وسط اوراق عبد الحليم، كانت كاتباه سندريلا لعبد الحليم وبتقول له انها مش قادره على بعده وبتترجاه انه يرجع لها، وبيقولوا ان الجواب بيثبت ان حكايتهم ما كملتش وطبعا بيثبت انه ما اتجوزهاش. فعيلة سندريلا ردوا واعترضوا وقالوا ان الجواب مزور وده مش خط سعاد حسني، وبيأكدوا ان حليم اتجوزها 6 سنين وبعدين انفصلوا. يعني العيلتين عاملين حموات وسلايف وهما الاتنين عند ربنا اصلا. ونيجي بقى للسؤال اللي انا عامل الحلقه عشانه، ليه عبد الحليم ما اتجوزش او اتجوز في السر ومش عايز يعرف حد؟ بص يا سيدي، عبد الحليم حافظ عمل ثوره في الاغاني والموسيقى العربيه وقدر يثبت وجوده واصبح الاول على الساحه في وسط اعظم جيل من الفنانين، ده غير ان احنا في 2025 ولسه بنتكلم عنه ولا زال نجمنا المفضل. النجاح اللي حققه عبد الحليم حافظ والحب والجماهيريه الكبيره دي ليهم اسباب كتير زي صوته واحساسه. حسيت والأول مرة أنا حسيت وبدوب في كلام الهمس بدوب، وذكائه في اختيار اغانيه وذكائه في اداره حياته الفنيه وعلاقاته، لتقديم الجديد وتطوير نفسه دائما، تحويل في الالحان اللي بيغنيها، في الكلمات اللي بينقيها، التعامل مع الجماهير لازم تبقى واحد منهم. ده طبعا غير وسامته واهتمامه بمظهره، وكل ده طبيعي يخلي الناس تحب. لكن اللي ساعد اكتر في حب الناس الاسطوري ده لعبد الحليم هو تاثرهم وتعاطفهم معاه بسبب ظروف حياته الصعبه والمؤلمه اللي بدات بوفاه امه وهي تولده. قولي لي يا حاجه، رضعتيه وهو عمره قد ايه؟ 10 ايام، يعني بعد ما توفت امه على طول. ووفاه ابوه بعدها ب3 شهور، وطفولته الحزينه اللي قضاها في الملجأ. هذا الملجأ فعلا عبد الحليم حافظ كان في الملجأ ده. هو عنده كام سنه في الملجأ؟ سنه 9 سنوات. وعنده 9 سنين. وقعد كام سنه؟ قعد 8 سنوات. وزاد التعاطف معاه بمرضه والآلام اللي فضلت ملازماه لحد يوم وفاته. فكل ده خلى الناس تحس ان عبد الحليم حافظ ابنهم وحبيبهم اللي عاش يتيم ومتألم ومظلوم، لدرجة ان لحد دلوقتي محدش يقدر يقول كلمة وحشة على عبد الحليم، ولو حد اتهور وقال بيتهاجم والناس بتكرهه وبيعتبروه شخص شرير. وكل الحب ده خلى عبد الحليم حافظ في حتة كده لوحده في قلوب الناس. في صحفيين ظلموه وقالوا انه بيتظاهر بالمرض عشان الجمهور يتعاطف معاه، وما كانوش مقدرين حجم الألم اللي كان عايش بيه. لكن هو في الحقيقة ما كانش بيتظاهر ولا بيبالغ، لكن كان بيوظف فنه وظروفه بذكاء عشان يوصل لأكبر قدر من حب الناس وتعاطفهم معاه. منعني كل هذه المدة راجع لصحتي أنا شخصيا. قلت عشان صحتي، وأنا بسافر كتير كمان عشان صحتي. ما هموش صحتي، ما هموش إن أنا مثلا إنسان مريض. مثلا أنا ما شفتش والدتي خالص، يعني والدتي توفت في ولادتي. في أغلب أغانيه وأفلامه هتلاقيه المظلوم والعاشق المغلوب على أمره. كنت بتخدعيني الوقت ده كله، تقربيني منك، وفي الوقت نفسه نازله فيها طعنات. مرة واحدة استعملت حقي. انت مالكش اي حق في البيت ده، انت لقيط حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. وكان ليه مواقف وطنية ومواقف جدعنة مع ناس كتير، وكل ده ساعد في محبة الناس الكبيرة لعبد الحليم حافظ. والمحبة الكبيرة دي خلت عبد الحليم يبقى فتى أحلام أغلب بنات جيله، فتلاقي بنات كتير من حبها لحليم كانت حاسة إنه حبيبها وإنه بيغني لها هي. كان نفسي عبد الحليم يحبني ويغني لي وكده يعني. وعشان كده لما مات حليم في بنات كتير كانت مش عايزه تعيش بعد، ومنهم اللي رموا نفسهم من البلكونه يوم وفاته. فلو كان اتجوز عبد الحليم كانت البنات دي هتعتبره خاين وتزعل منه. كده برضه سونا يا خاين، ما تسألش فيا، أحبك. انت اتجوزت وبتحب واحده تانية؟ لا ده انت بتاعي انا. وعبد الحليم كان مدرك ده كويس، وعشان كده ما اتجوزش او اتجوز في السر. الله، يعني كل الرغي ده هو برضه ما عرفناش هو اتجوز السندريلا ولا لا؟ بص يا سيدي، سنه 1960 حليم اتعرف على سعاد في فيلم البنات والصيف واتجوزوا طبعا، صح؟ لا ما انا ما قلتش ما اتجوزوش طبعا. ما تصبر يا عم، في ناس بتاكد انهم اتجوزوا. هل تزوجت سعاد حسني من عبد الحليم حافظ؟ قولا واحدا نعم. هتجوزه في السر وتزوجها عرفيا. متجوز، هو كان بيغير عليها جدا وتغار عليه. كانت بتغير عليه من ميرفت امين. انهم متجوزين، يعني بنروح بيتها نلاقيه ونروح بيته نلاقيه. ان هم تزوجوا عرفي ده 100%. سعاد لا تكذب ومفيد لا يكذب. وفي ناس تانية بتقول ما حصلش، ورقه مزيفه مش صحيحه للاسف عرضتها اخت سعاد حسني بادعاء الجواز اللي كان بين عبد الحليم وبين سعاد. بتقول ان عبد الحليم ما حبش الحب الكبير اللي وصله لزواج، يعني زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.
نفسي قاطع. بيقولوا ان في كتاب مذكرات السندريلا اللي اتكتب قبل وفاتها ب3 شهور قالت انهم اتجوزوا سنة 1960 واستمر الجواز لمدة 6 سنين. ولما تعبت السندريلا من الجواز في السر وطلبت من حليم اشهار الجواز، رفض حليم وقال لها ما اقدرش اضحي بفني وان ده هيأثر على حب الجمهور ليا. فالسندريلا قالت له وانا كمان مش هضحي بفني وكل واحد يروح لحاله. وتيجي السندريلا في لقاء قديم وتقول لك طلعتي اخته مش حبيبته. الطف والله، انا فعلا كنت بحس باخوه شديده جدا ناحيته. ايوه اخوه شديده. احنا كده بنستهبل يا سندريلا. طب احلفي كده وحياة الاخوه. اهو لحد اللقاء ده محدش كان عارف حاجه لغايه ما اعلن جوازهم الاستاذ مفيد. مفيد في ايه انا مش عارف بصراحه، ومفيد ازاي اصلا وهو طلع سر الراجل بعد وفاته. هو في مذيع يعمل كده؟ لست مذيعا عاديا، انا محاورا. اجي لك كده تيجي لي كده، تيجي لي كده اجي لك كده. المهم لحد دلوقتي ناس بتاكد وناس بتنفي، لكن الاكيد انهم حبوا بعض وده بشهاده كل القريبين منهم. ما شفتش وثيقه زواج عبد الحليم وسعاد، لكن كان في قصه حب كبيره جدا وعميقه جدا. المهم في الحكايه ان الناس كانت بتحسدهم وكانوا شايفين ان حياتهم سعيده ومبهجه وكلها فلوس ونجاح واضواء وشهره، لكن الحقيقه ان حياتهم كانت اغلبها صراعات وضغط نفسي وحزن والم. وحتى رحيلهم كان صدمة كبيرة لكل الناس. رحلت السندريلا بصدمة وبكاء بلغز ما اتحلش لحد دلوقتي، ورحل العندليب بآلامه في المستشفى في لندن بصدمة وبكاء لكل جمهوره وحبايبه. عموما ايا كانت حقيقة جوازهم مش هتفرق دلوقتي وربنا يرحمهم، لكن عشان احنا بنحبهم هما الاتنين فتلاقينا من جوانا كده كان نفسنا يكونوا اتجوزوا. لكن سواء اتجوزوا او ما اتجوزوش فهما الاتنين كانوا فنانين كبار واسعدونا بفنهم وفعلا ما جاش زيهم تاني. وانتوا بقولوا لي في التعليقات تفتكروا هو اتجوزها فعلا ولا لا؟ حبيبتي حبيبتي. المهم ان في الاخر عبد الحليم حافظ كان ذكي وشاطر جدا وقدر يشغل ويحير الناس من وهو عايش ولحد دلوقتي وخلاهم يفكرون يتساءلون في جنون من تكون حبيبتي. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين.